ما يسمى بالاصابه سيلقي بظلاله على تفاصيل هذه المباراه، وبالتالي كل الحذر بالنسبه للمنتخب البلجيكي. هذا ما يقوله المدرب روبرت. محاوله من اجل الانسداد والمرور البحث عن التمريره من الجهه اليمنى، ولكن لم تقدم المطلوب. كاراسكو اللاعب الذي يبحث عن الكره في الخط الامامي، 29 سنه، صال وجل في العديد من الانديه بينها موناكو، اتلتيكو مدريد، الخطوط الاماميه التي بامكانها ان تكون فعاله، وبالتالي نشاهد اولى الاهداف لملعب. كره في خط الوسط، الاعداد لبناء العمليه الهجوميه الجهه اليسرى فارغه تماما، الانزال بشكل سليم، الاستعانه بالمرور ودخول داخل منطقه الجزاء، بحث عن التصويبه وتغييب التصويبه من ميتشي. يمكن ان يستفيد من هذه الكره، كان يبحث عن المرور اكثر من التصويب. اللمسه التي تاتي على مستوى خط الحجازي، لاعب الاتحاد السعودي، قبله كان في ويست بروميتش البيون، لاعب صار رفقه الاهلي المصري. نشاهد هنا اللقطه المقترحه على حكم المواجهه. لاحظوا عمليه القيام بتمرير، يقول ليس هنالك اي شيء بين منتخب بلجيكا والمصنف الثاني العالمي، والذي سيخوض ايضا منافسات المونديال هي مجموعه الخاصه بالمنتخب الوطني المغربي. ونشاهد هنا الانطلاقه من جانب المنتخب المصري والاستعانه بالتمريره من ايدن هازارد الجهه اليسرى، ثم الانطلاقه لها من كاراسكو ماذا يفعل؟ يحافظ على كورتو، يدخل داخل منطقه الجزاء، يبحث عن التصويب، يصوب، لكن كورتو لم تقدم المطلوب. كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد، رفعه يعتمدون على محمد صلاح وسرعه محمد صلاح. كره داخل منطقه الجزاء، الانزال، التحضير، امكانيه التصويب، المرور ودخول داخل منطقه الجزاء، تسلل. اعتقد ترتطم الكره بالقائم والحكم يقول واصل. كرة تعود مرة أخرى بلجيكية، الانطلاقة مستمرة، إمكانية الانفراد من الجهة اليسرى، محاولة التعامل مع كرة مساحات واستغلال المساحات من جانب المنتخب المصري. الانطلاقة بحث عن تريزيجيه، تمريرة أمامية داخل منطقة الجزاء، تصويبة قوية من تريزيجيه بين أقدام ميتشي باتشوي. تعود مرة ثانية الجهة اليسرى، بناء العملية الهجومية، التحضير وإمكانية الانطلاق. مصري من محمد صلاح يحاول يمر في آخر ملد. هذا فيريلد لاعب انتويرب، اللاعب الذي قام بتمرير أمامية مميزة، دخول داخل منطقة الجزاء والتغطية زاوية. يقول الحكم تقريبا اكثر من 100 سنه، سوى في المواجهه السابقه فقط عام 2018، المواجهه التي كانت في عام 2018 بالضبط، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطوله كاس العالم في روسيا، انتهت بفوز بلجيكا حينها ب3 أهداف مقابل لا شيء. اخر مواجهه كانت اعداديه لمحاوله لرفع هذه الكره، تنفذ، امكانيه الاستلام الراسيه، البحث عن الكره الثانيه، تهيب البلجيكي. لاحظوا كيف انه هنالك تنويع في بناء العمليات الهجوميه. الان من الجهه اليمنى كره في الزاويه، تنفذ داخل منطقه الجزاء، بعيده بعض الشيء على التغطيه الدفاعيه اللي يحاول ما امكن انه يستفد منها تريزيجيه. الجهه اليسرى الان محاوله ممتازه داخل منطقه او البحث من اجل الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه التحضير من جانب اكسير فيتسل، ثم الى كاراسكو ماذا يفعل؟ يحاول تمرير داخل منطقه الجزاء في غياب متمم للعمليه بالنسبه للمنتخب البلجيكي، وامام التغطيه من جانب المنتخب المصري. اعتقد ان الجهه اليمنى للمنتخب المصري يعني فيها خلل، الشيء الذي يستفيد منه كاراسكو. تحضير في اتجاه كاراسكو وحيدا، يبحث عن الاستلام، يحاول ان يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، ذاك ما يفعل كاراسكو، يرجع كره، امكانيه تصويبه نسبه 38% للمنتخب المصري. كره اماميه، محاوله الانطلاق مطلوب في هذه المواجهه بالذات امام منتخب بلجيكي متمرس متمكن، والكل يعلم الكرام. واختيار دائما الجهه اليسرى الفارغه، كاراسكو يستفيد، ينطلق، يدخل داخل منطقه الجزاء، التغطيه من الدفاع، ترويض عن محاوله للقيام بالضغط من جانب عناصر المنتخب المصري. فرصه اماميه، امكانيه تصويب، المصري يضع الكرة في المرمى. مصطفى محمد أحمد عبد الله
مصطفى. المحاولة التي لعبت بشكل جيد. مصطفى محمد التصويبة البارعة في المرمى. نعم يتمكن من وضعها في الشباك. 24 سنة اللاعب الذي يتمكن من وضع هذه الكرة في المرمى. صال وجال في العديد من الأندية المصرية، رفقة الزمالك، الداخلية، طنطا، طلائع الجيش. كانت عنده تجربة بجالتا سراي التركي، عاد للزمالك المصري، ثم الآن في تجربة رفقة نزاع الكرة والمترابطات الصغيرة. دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة الاستلام، لكن إذا نزاع تضيع الكرة الماضية غير راضي ولن يكون راضيا. روبرتو مارتينيز صمام الأمان حارس الأهلي المصري، غير في اتجاه تريزيجي ماذا يفعل؟ يحافظ على كورته. عملية المرور أمامه مجموعة من اللاعبين. النني الآن يستلم، يرجع الكرة الجهة اليسرى، إشراك محمد حمدي، تحضير. يبقى أحد أبرز الأسماء. هناك حديث عن الإصابة بالنسبة للوكا. يشوف عمر هذه المباراة. المنتخب البلجيكي يعتمد على الاطراف في الجوله الاولى، الجهه اليمنى والجهه اليسرى لمحاوله في اتجاه تريزيجي، محاوله الانسلال، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه هدف، جول المصري بالهجمه المرفعه. 51 ثانيه جميع. شوفوا هنا الانزال بالصدر بشكل ممتاز. محمد صلاح تمريره، مشات الكره عند تريزيجي كيف انه نسل في حوار داخل منطقه الجزاء المصري. وهذا ما يظهر في هذه المباراه. عناصر المنتخب البلجيكي 35 سنه. الوقت ايضا اوبندار خلى مكان ميتشي بعد شوي. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم. إذا بعد مشاهدتنا لمباراة الودية التي جمعت المنتخب المصري ونظيره المنتخب البلجيكي، يمكننا القول أن المنتخب البلجيكي فعلا منتخب قوي جدا ويضم مواهب وأسماء قادرة على الذهاب بعيدا في مونديال قطر 2022. وعلى وليد الركراكي صراحة أن يحتاط من المنتخب البلجيكي ويعتمد خطة كفيلة على الأقل بضمان التعادل والظفر بنقطة قد تكون كفيلة للأسود لضمان تواجدهم في الدور الثاني. ونحن كمغاربة نثق في اختيارات الناخب الوطني وفي المواهب الفنية للمنتخب المغربي. بهذا أعزائي المتابعين نصل لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.